برضو نفس صقر شاقق طريقه لوحده. محمد الحسني. محمد حبيبي، محمد في بيننا عش وملح، وعشنا سوا وجلسنا سوا، وانا من متابعينه في الفيسبوك ايام ما كان في الفيسبوك، والتقينا في السعوديه في الشرقيه. بس الله فيك. انت فقلت تجيب لك ايجابيات، في ناس لهم ايجابياتهم. سلبيات وناس لهم ايجابيات. وين سلبياتهم؟ وين اسئله الغربه، سلبياتهم؟ صريح يا اسئله الغربه، لا تخاف من احد، ترى كلهم بيتقبلوا مش خوف، الانتقادات. مش خوف يا اخي، مش خوف. انت قلت وجهة نظري، انا جبت وجهة نظري. يعني مش شايف ان في سلبيات في هؤلاء الثلاثه اللي ذكرت اسمائهم؟ يا اخي السلبيات والايجابيات هذه ما تسالنيش عليها، لانه كل شخص موجود في التيك توك، صح ولا لا؟ يعني هذا السؤال انه ما المفروض ما جاوبش. الشخصيات والايجابيات، الانسان موجود في التيك توك. طيب كل اللي طلعوا في كرة الاعتراف جاوبوا، ايش معنى انت يا اسئله الغربه؟ ايش معنى انت خايف؟ يعني هم طيبين مو ترى، خوف، يعني اليفين والله. مو طيب خوف، مو السؤال اللي خوف. بعده حسام السالمي. يعني انت تبغانا اقول مثل ايش؟ مثل ايش سلبيات؟ انا ما خلاص يمكن ما حسام اتضح لي السؤال. السالمي، حسام السالمي. حسام انسان جميل ورائع، ويا حياتي يا اصل العرب سلبيتهم يعرفها الجميع. ايوه ابو شامه توفيق قال. هل قد طبعا شفته؟ هل قد شفته؟ لا حسام لا، وجها لوجه لا. الله يقلعك يا محمد الحسني، بيقول لي انت الالف يا محمد. انت ايش؟ بيقول لي انت الالف يا محمد. انت الالف. من عيني يا حسني، من عيني، فوق راسي يا محمد. طيب السؤال هذا السلبيات الايجابيات ما ينفع ان انا اقول. لا ينفع، بس انت خايف وعادي مو مشكله. يا السؤال اخي اللي مو بعده قصة يا خوف، أسئلة الغربة. والله العظيم يا محمد مو قصة خوف، شيء واقع يعرف الكل طيب يعرف. العم فؤاد. حبيبي عمي فؤاد، عاد قبل ساعة واحنا نتواصل مع بسناب. عمي فؤاد طبعا ترك التيك توك، وين وانسان هو؟ انا ايش اعرفه سبب؟ من هل ايام يوم عندك اللايف كذا. معلومات ليش ترك التيك توك؟ انا لما سالته من ازعاج الشخصيات، من كثر المشاكل اللي تصير في التيك توك، مشاكل اليمنيين. طيب انا بسالك سؤال جاوبني بصراحه. هل انت كنت ضمن الجروب في بدايه يحيى مجلي والشله ولا لا؟ جروب في اي مكان. كان معاكم جروب في الواتساب انت ويحيى مجلي تقريبا ويوسف الحميدي، عبد الله القاضي، كنتم مجموعه اعتقد. لا، كان معانا جروب ثاني، كان يحيى مجلي داخل معانا في شخصية مستعارة، يعني ما هو الرسمي، مش اسمه، كان في كاتب اسم ثاني. طيب بصراحة كم مرات سحب عليك يحيى مجلي في التوبات حقك؟ يحيى شوف قبل ما تجاوب عندي معلومات، فحاول انك تجاوب صح لاني راح اقول لك. تمام انا كنت بتكلم. طيب مش قصة سحب، يعني انا اقول لك ايش. يحيى اول من دعمني بالتوب الاول، اول توب لي كان دعمني في بو يحيى، وطلعت معه وجاءني من قطر ومن الكويت، وجاء من طرف يحيى مقلي اول توب. طيب جاوب. ب 2020 تقريبا. كم توبات سحب عليك يحيى وما رضى حتى يطلع معك تحدي عشان الناس تجي تدعمك؟ لا، في توب كان في، انا كنت في توب، وكان في معانا تحدي، كان في نفس الوقت كان في تحدي ايش اسمه، تعيزي ذاك بنت عز او فخر تعز او مدري ايش بنت عز، كان معه تحدي نص ساعه، واتفقنا انا وهو انه هو يخلص التحدي، وبعدين انا كنت عنده وبعدين يجي عندي. ويحيى قال لي يلعب جولات. دخل السفاح طلب العداد وانا كنت في التوب 20، فقال لي يحيى اتصل لي اتصال، يا اسير الغربه اقرب لا توب 4 او توب 3 او توب 5، انا بتنازل لك بالتوب واجي عندك. هذا اللي صار.
طيب، مين الناس اللي سحبت عليك في التوب وعدوك وسحبوا عليك؟ انت معك توبين فشلت فيهم، فشلت فشل كبير جدا فيهم. نعم ايوه، التوب ذا والتوب الاخير صحيح. ايش السبب؟ مين اللي سحب عليك؟ مين اللي وعدك وقال لك احتزم ولا حتى دخل بثك؟ وهل هو بسبب كثرة التوبات خلاص الناس طفشت؟ لا مش كثرة التوبات، مش قصة كثرة التوبات. انا ما اقدرش اذكر اسماء، يعني هذا مش يسمى سكيب، بس ما اقدر اذكر اسماء يا سالمي. اللي وعدوني كانوا كثير والله. وجه لهم رسالة. اقول لهم شكرا لانهم ما حضروا، والانسان تعرف يعني الناس تعرف في وقت المواقف. تم يا محمد، تم. محمد الحسني تم. طيب، هو الواحد ابو تركي. يا دكتور اكرم. ايمن حبيبي يا ايمن، نورت يا اسير، الله ينور يوم انا حضرت. بس لازم تجاوب على السؤال هذا. من الصديق في التوك توك أصبح لك عدو، أصبح يعاديك الآن؟ شوف، هو مو قصة عدو، ما في حاجة اسمها عدو يا محمد، انا بداك كما هالبرامج هذه مش قصة لا، عدو. في لا تقول شيء ما في وألف في. عدو 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 كأنه عدو أول ما يعرف إنك بدأت تنجح يحاربك، يروح يبلغ على حساباتك، يروح يحضرك، يروح يعمل أي شيء. المهم إنك لا توقف على رجلك وتتعدى. وأنت عارف هذا الشيء بس مش راضي تقول، خايف متردد ما تشي تجرح مش هذا قصة الشخص. خوف يا محمد، ما عنده خوف يعني. طيب انا ما عندي حد انه عدو لدرجة عدو. يا ربما عسير يكون الغربة، هل أنت محارب ولا لا؟ تقدر تقول ايوه محارب، اكيد محارب، ما فيش واحد مش محارب. طيب أنت الآن تقدر تقول حسد، حاسد، آه يعني. أنت كان بثك يوصل ل 600 و1000. ايش صار بعد؟ ولا يهمك. ايش صار ببثك؟ بلاغات، صح ولا لا؟ ايوه. طيب، تعرف هؤلاء الاشخاص ولا اقول اسمائهم انا؟ لا خليه مخفي. ليش طيب خايف؟ ليش ما تعلن تقول والله صراحه هو الفلان الفلاني؟ ليش ما تعلن؟ ليش ما توري الناس ان هذا الشخص حقود وبيحاربك؟ مش قصة خوف، ولكن انا اوري ان في شخص حقود، هذا معايا شخص بيحقد علي ويحقد على الناس كلها. ما دام حقد عليك حيحقد على غيرك. ليش انت خايف؟ ليش متردد؟ ليش ما تقول عادي الفلان الفلاني؟ قولها يا اخي. سكيب. سكيب. طيب، توقعتك اقوى من كذا يا اسير والله بالعلم. يا اخي ما فيش اصلا. ايش اقول لك، ما في حد انه رايك يا اسير الغربه، وش رايك بالابتزاز؟ ظاهرة سلبية مش حلوة والله. وجه لهم رساله. قد ربما يكون انسان يغلط، فمش عيب انه ايش يكرر الغلط. اوجه رسالة للي يبتز حد ولا حد انه كيف عن الابتزاز ويكون انسان صريح. لازم يفكر كذا نفسي. ادعوا له انا ان الابتزاز غلط لا يغفر له ابدا ابدا ابدا. انت تقول مش عيب انه يغلط، لا اكبر عيب. والمفروض هذا انه يحاسب حسابا عسيرا يكون من كان، لان هذا مش غلط. هذا ما هوش غلط صغير، هذا غلط كبير جدا. ما ينفع حد يسامح شخص. السؤال اللي بعده، ايش اكثر خبر سيء سمعته بحياتك غير وفاة والدك؟ اكثر ايش، اكبر ايش؟ اكثر خبر سيء سمعته بحياتك غير وفاة والدك.
يعني في 2000 ولما بدأت الحرب العبثية هذه في بلادنا، يعني مرة في خاصة في نفس وصلت لها نفس القرية حقنا، وتضررنا احنا وتضرر ممتلكاتنا ممتلكات الأهل، وراحوا ضحايا كثير من أهلي. طيب يا أسير الغربة، أنت سافرت اليمن، ليش طولت في اليمن أكثر من 6 أشهر تقريبا أو 6 أشهر؟ حصل ظروف نقدر نقول عائلية. أنا يعني عادي، حصل ولدي تعب كذا وجلست عنده، فعلت له عملية بسيطة كذا، عملية الزايدة، فكان مش ما قدرش اتركه له يخرج يلعب يفتك العملية وكذا، وجلست جنبه، يعني جلست 3 أشهر. أنا كانت إجازتي 3 أشهر بس. من أكثر شخص وقف معك في بدايتك يا أسير الغربة؟ في بدايتي من الطفولة ولا من الحين ولا كيف؟ بدايتك في التيك توك. أكثر واحد وقف معي بإيش يعني؟ ما فهمت والله. وقف، ساعدك، حاول إنه يدعمك، حاول إنه يوقفك، حاول إنه يدعم حسابك، حاول إنه يعرف الناس بأسير الغربة، ولا أنت وقفت لحالك كذا، وقفت وطلعت؟ لا أول صراحة واحد، لا في ناس أقدم له الشكر اللي نشر بالبداية عننا لما بديت أرسم، الأخ طلال يوميات يماني، اسمه طلال، منتقده في طيب يا أسير الغربة، أبو تركي لا ما هو تركي. قاعد في غرفة ثانية. أبو تركي. من أكثر شخص يسبب لك الغضب في التيك توك؟ كل ما تبصره سبب لي الغضب يعني تبصر بثوثات، تبصر فيديوهات، تعصب، تزعل، تقول يا أخي الناس الذي تنحرف زيادة للطريقة المنحدرة، يعني كذا زيادة من هذا؟ من هو؟ لا تدي لي بدون شيء. ذكر. من؟ ياسين بدون طبعا. ذكر. انا اعرفك اقوى من كذا يا ياسين. يعني لازم أذكر أسماء. يفضل انك تذكر اسم واحد عادي. أوكي، نقدر نقول هنادي باقي. خلاص طيب ابغى اسم غلسة واحد. وفرفوشة خلاص عدم. انت جاوبت اسم واحد خلاص. الله. عندك الجرأة تقول من هذا الشخص اللي يوم من الايام غدرك يا اسير الغرباء، سواء في الواقع او في المواقع؟ أبو تركي. غدار ابو تركي هذا. تب على أمي يوم، وكان إحنا علاقتنا قوية، فهو غلط على أمي بدون سبب. اديله. ايش فعل ايش؟ غلط على أمي، تصدقون؟ تخيل. الله، امزح كمان يا شباب، كفو. ابو تركي في موقف من هو عبدو قاسم؟ عبدو قاسم، علي قاسم قصدك؟ او علي قاسم؟ الاخ خالد عفيفه. طيب ليش ما توقفوا مع اللي بيمثل انه هو بيعمل حلقات، نسيت اسمه، المفصل، يعني منتعج من عندكم، بس ما بنشوف شي حد وقف معه، ما بنشوف شي حد قال لي يا انا من هنا اعتذر، اولا اعتذر والله العظيم، انا اعتذر للمفصل شعيب، لانه كان في معه موعد توب، وانا قسما بالله ان انا نسيت، وحتى ان انا كنت ناوي ادخل توب وانشر له وكذا وما ادري ايش، فحصل لي كذا مشغول في ظروف عمل ونسيت. أسير الغربة آخر مرة كذبت فيها متى؟ قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ أنا حاسس مش عارف ليش. شوف كذب ولا يعني طريقة طقطقة ومزح؟ كذب. الآن قبل شوية. دائما أكذب بس بطريقة بهلوانية. ليش؟ يا جماعة أنا ما ليش؟ كذبت. ليش؟ تقدر تقول يعني طريقة مزح مثلا، مش كذب. شوف في أنواع الكذب ولا ما في أنواع الكذب؟
طب وش شغلك الاساسي يا اسير الغربه انت؟ انا سيرة ذاتية طويل، يعني انت تبغى الاساسي؟ الاساسي شغلك بكالوريوس حاسب آلي، ايش تشتغل انت؟ ديزاين جرافيكس، مصمم. الان؟ ها الان؟ ايوه. ايوه، حاسب آلي، كمبيوتر، خدمات الكترونيه. طيب هل قد اشتغلت اي مقطع مع المفصل؟ اشتغلت مقطع واحد اللي مع المفصع، حلقه 54 حق طافش، لما الحلقه 54 دقيقه 9 وشويه، لما جيت مدير الضرائب يكلم ايش طافش. العادات السيئه يا اسير الغربه اللي تفعلها؟ الحاجات السيئه، في الحاجه في الحياه العلميه العمليه الدينيه، ايش قصدك؟ ما فهمت والله. يعني انت تعمل اشياء خطا وانت يعني حاسس بها بس مش قادر تبطلها، مثلا واحد من هالكذب، تقول انا بكذب بصراحه لكن بطريقه دبلوماسيه، اسمها كذب بالاول والاخير. فهمت؟ زي كذا يعني. طيب بجيبها لك بطريقه اسهل شويه، ايش الصفه اللي موجوده فيك يا اسير الغربه وما تحبها بس موجوده فيك؟ تاخير الموعد مثلا، مواعيد تتاخر عن يعني انت مش ملتزم بمواعيدك؟ بعض المواعيد، نعم. الا طب الا وش الصفه اللي فيك وانت مفتخر فيها العكس؟ الاخلاق والطيبه وكل شيء. طيب بسم الله. يا الله، اشكرك. لا 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 لا، قرار سهل، بس هو قرار راح تاخذه انت الان. هل انت قد القرار هذا او لا؟ والكرامه، نعم، بهذه. اسير، عندك الجرأة يا اسير تكمل المقابلة بدون الشال؟ بدون ايش؟ بدون الشال. اي نعم، عادي، ما عندي مشكله. شيلها، شيلها وخلينا وطلع الصلعة. والله كفو. طيب يا اسير الغربة، تحب تقول اسف لمن يا اسير الغربة؟ اسف لكل شخص اخذ نظره عني وانا ما رديت عليه مثلا، احب اقول له اسف. شخص اخذ نظره عني يا سالمي وانا من انشغالي ما رديت عليه، فهمتني؟ احب اقول له اسف. اسير الغربه اكثر اللي تعرفوا انتقاد هذا. ضايقك يا اسير الغربة؟ ايش هو؟ اكثر انتقاد ضايقك؟ اكثر انتقاد ضايقني ان انا كنت ارسم من قبل رسومات ويقولون هذا يطبع طبعه. هذا انتقاد بنظرك ضايقك؟ لا لا، مثلا انتقاد ايش؟ ما فهمت انا، يعني يقول لك اصلا. انتقاد الان انت في البث وجاء واحد قال لك مثلا يا سامي يا مدري ايش قاع رجال. لا اي لا، ما هذا عادي، بس اللي غلط على الاب والام كذا بس، اما انه انتقاد عادي كذا ما اطنشه عادي. اذكر لي افضل 3 مشاهير في التيك توك في التيك توك؟ بالترتيب، الاول الثاني الثالث. يوسف الحميدي. ثاني؟ من لا ناحيه، تركز على التعليقات. ايوه، يقول لك من ناحيه مشاهير ايش؟ محتوى ولا ايش يعني؟ صحيح، السؤال ناقص. مشاهير بالتيك توك بنظرك انت، افضل مشاهير لاسير الغربه. واضح الكلام، لاسير الغربه.
شكل عام يمنيين خليجيين؟ يمنيين. يمنيين. الاول يوسف، الثاني خلاص. ودفع تدريج. نعم. المسمري. يا جماعه احنا ندور المحتويات، ما ندورش اللي يلعبوا تحديات، لا احنا ندور المحتويات. ثلاثة. الشاعر خالد الراعي. مين 3 أسوأ محتوى في التيك توك؟ كثير الغربة. 3 أسوأ محتويات. طيب في كثير، مش 3 بس، في 50,000 واحد. أنا طيب جيب لي 3. أنا أبو تركي. سنثرات الله. أتمنى تكون جد شوية. أسئلة الغربة تجاوب بجدية. بنظر أسئلة الغربة، أكثر 3 أسوأ مشاهير في التيك توك أو أسوأ شخصيات في التيك توك، هذه ما تمثلش حتى نفسها. ليش بتحاول انك تقرا التعليقات؟ ليش ما تجاوب من راسك؟ ليش ما لا ما أقرأ التعليقات. لو قرأت التعليقات بس في ناس يعني أنا ما 3 شوف 3 لهم ما يجلسوش في التيك توك يعني يعطفون. لا سؤال بنظرك صعب. ايوه هم نفس الاسماء. فلانه وفلانه كله بنات، بس انا ابغى اطير البنات من الذي يسوون. لا تكلم بالصدق. اسمعني لانه ما نحب هؤلاء طبعا خلاص. حنادر الديني ملغيه من لانك لا ذكرتها من الاول. تكلمت. ليش خايف يا اسير الغربه؟ الناس يا اخي مو خوف. الناس تاخذ عليك نظره غريبه لما تشوفك متردد. الناس تعرفك انك انسان يعني صريح. شوف الان بيقولوا لي مش قد كرسي الاعتراف، مش قد انه يجاوب بصراحه. الناس كلهم يعني فاهم. خليك كذا وحش يعني، ما حد حيقطع رقبتك. بالاول والاخير هذا راي اسير الغربه يعني. طيب احنا ما سوينا سكيب، خليها سكيب يا اخي. ما تغش تقول فلان 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 يعني ليش؟ لانه في كثير. انا اعدد لك 50 واحد. انا طيب وقلت لك 3 بس، لا تدي لي 50 ايام معك. ايوه الناس الذي ما يعني تورينا مناظر غير انت لائقه. خايف لا ينتقدوك؟ انت خايف لا بعد البث على طول يروحوا ينتقدوك ويتكلموا؟ اسير الغربه قال الصدق ولازم نروح ننتقده. انت بالاول والاخير قلت الصدق. قول اسمي. ابو تركي واسير الغربه محمد السالمي. هذا جواب دبلوماسي. خلاص اسير الغربه ابو تركي محمد السالمي. يا اسير الغربه خلاص خليني الاول. جيب باقي 2 يلا يا ما عاد تشتي. بس خليك قوي يا اسير. عبير سالم، امل سالم، من باغي. هذول ما يمثلون ان يقيسوا التيك توك، المفروض يحذفوا التيك توك. لا السؤال اللي بعده ما بش جواب مقنع صراحه، بس يلا هذا السؤال اللي بعده. ليالي. ايوه باقي ليالي صحيح. ليالي لو طلبوك عبير سالم، ليالي عبد الله.
هذه جديده ليالي شفناها. لو طلبوك يا أسير الغربة، لو يوم من الأيام طلبوك في أحد المسلسلات، هل راح تقبل؟ نعم بقبل، لانه ايش اقول لك، في ان شاء الله في مسلسل جديد قد تكلمنا عنه قبل شهر او كذا مع واحد، انه بيكون في السعوديه، باذن الله نكون احنا مشاركين فيه اذا في عمر عافيه. أكبر مشكلة تواجهها في الوقت الحالي يا أسير الغربة؟ ظروف العمل والغربه. يا شباب هل يوم من الأيام حيطلع أسير الغربة أمام الناس يقول أنا راح أعتزل التوك توك يا شباب، المعذرة من الجميع؟ نعم. متى؟ قريب يعني، قريب جدا. انت مشرف هناك ولا انت مشرف يا عبود؟ يا جماعه المشرفين يكتموا اللي يغلطوا خلاص عادي. طيب اذكر لي افضل ممثل يمني بالنسبه لاسير الغربه. متعدد ولا لازم اقول فلان فلان؟ لانه عندي انا لك واحد، شوف انا كيف. طيب افضل ممثل بالنسبه لاسير. ممثل يمني. ايوه اكيد. محمد قحطان. اسوأ ممثل يمني؟ محتار كنت بين صلاح الوافي ومحمد قحطان، لكن عندي يفوز محمد قحطان. واسوأ ممثل يمني؟ ما فيها أسوأ يا محمد السالمي. لا في. لا ليش في. تقول أسوأ؟ ليش ما تقول خلاص اقل اداء. خلاص كذا حد. من يعني في جدد ممثلين جدد. طيب عادي انطع لك واحد جديد، يلا قد عني مشيها لك. انا عارف انه بيعتمد على التعليقات. لا لا لا، ما اعتمد على التعليقات، ما عندي جاوب أسوأ اصلا على طول، ولا اسالك تجاوب، لا تفكر تطرق. لا تقول خلاص، ما دام قال لك ابو تركي لا تقول، لا تقول. عدي لك السؤال هذا سكيب، كمل 3 سكيب. ما في سكيب من اول ولا اديت لي سكيب واحد. والله انك الجزء الاول ثاني. اول وانت تعمل سكيب. طيب خلاص السؤال انتهى اللي الجزء الاول، ولا كم تاخذ المقابله هذه؟ اما الجزء الثاني والله ما بالله سلخ. هذا فانز ابو تركي مو ابو تركي اللي كتب. مالك زعلان؟ يا شباب. طيب بصراحه دائما انت او اغلب الاحيان تقول يا شباب التسجيل الى امريكا، الهجره الى امريكا، الهجره الى كندا. هل من اجل المشاهدات بصراحه، ولا حابب انك تعمل؟ لا لا لا، مو من اجل المشاهدات، انا شغال في الخدمات الالكترونيه يا شباب. انا اقول كذا لانه تنزل روابط احنا نسجل الحين في كندا. فعلا في ثغرات ندخل عليها، روابط حظ نصيب في كندا. تواصلوا معي خاص عن طريق سنابي البرنامج الاصفر نسجل. احنا شغالين في خدمات. معلش فهم الناس ايش يعني ثغرات. يعني هل تتوقع ان في موقع امريكي فيه ثغرات؟ ايوه، يا نصيب الامريكي معروف. سجلنا العام الماضي قبلوا ناس راسلوني قالوا لي اسير انا طلعت وعامل بالسفاره وسافر امريكا. من هم اولى الناس؟ ما نش ذاكر لاسمائهم، لكن انا طلعت رساله الرجال او 2 3 الذي نشرتهم في حقيقه، يعني مش عشان مشاهدات. والله يا انا اللي يتابعني سناب يدري انا اصور لهم اثباتات، يعني اصور مع الاثبات اقول لهم شوفوا هذه الطريقه كذا، هذا راح كذا. عندك الجرأة تقول من هذا الشخص اللي ما تشوفه ابدا بحياتك رغم انه كان يوم من الايام صديقك؟ ما فيش اصلا، انا ما احقدش على احد يا سالمي. قلبي انا والله ما احقد على احد.
حتى طيب لو افضل ذمني او قناه بالنسبه. زعلني مستحيل اني احقد على احد او اقول له ما طيب. اشوفه عادي. طيب ابدا. افضل قناه يمنيه بالنسبه لاسير الغربه، خلاص قربنا. قناه يمنيه بالنسبه لك ايش؟ يمن شباب. طيب رساله توجهها لاعداء اسير الغربه، او من يحاربون اسير الغربه، او من يبلغون على حسابات اسير الغربه. احب اقول لهم انه اذا فعلوا ما فعلوا اظل انا كما انا. فاستمروا يعني بالبلاغات بالانتقاد باي شيء، فانا اظل كما انا شخصيتي اسير الغربه ما تغير عشان شخص. افضل مشرف عند اسير الغربه من؟ حاليا شوف، انا في الفتره الاخيره المشرفين حذفناهم رجعناهم، ما في شيء اشراف، لانه قلت لك انت قد عرفت، انت قلت لي ليش مستواك في التيك توك قال له كذا، كان اقدر اجاوبك من قبل، الحين ما اقدر اجاوبك. طيب رساله توجهها لابو تركي. ابو تركي اخ وصديق، واحنا عايشين سوا وولد عمي واكلين عيش وملح، واحب اقول له استمر في حياتك. طيب رساله توجهها لمحبينك اللي واقفين معاه اسير الغربه الى الان وما زالوا واقفين معاه، رغم انه يعني بيطلع شويه وينزل، بيطلع وينزل، وفي ناس بتحاول انها تاثر على قناته بس ما زالوا معاه، ما تغيروا. هم مع اسير الغربه، كان فوق ولا كان تحت؟ احب اقول لهم شكرا لانكم واقفين معي وما تغيرتم. في صحيح يا كلام محمد، في ناس من بدايه ما عرفوني للحين ما تغيروا ابدا، مهما اننا مثلا مش قصه تطنيش اننا نطنشه او ما رديت عليه، يعني حتى انا لو انشغلت او ما رديت عليه او كذا يظل عنده او فانز او خلاص اسير فلان ما يغيرش من صفاته. فهذا من الاشخاص هم اللي يظلون معك طول العمر. والله هذول الاشخاص احب اقول لهم شكرا من اعماق قلبي. رساله ما قبل الاخير لكرسي وانتم الاعتراف اخواني. بالامانه، بسلبيات او ايجابيات. ايش هو؟ كلمه توجهها لكرسي الاعتراف بسلبياتها او ايجابياتها. شوف، كرسي الاعتراف برنامج ناجح، وانا كنت قبل ما يعمل الاستاذ محمد اطلع بعض الاشخاص واسوي معاهم هذه الفكره اسمها كرسي الاعتراف، بس يعني مش ساعه كامله او مش يعني حق جولتين 5 دقائق. فالفكره كانت في بالي من قبل، والاستاذ محمد انطلق فيها، وفعلا برنامج ناجح. غلطان اللي يقول انه فكره او برنامج فاشل او يقول او كذا، لانه الاستاذ محمد شوف ما يعني يدي لك من الناس الذي تحب انه تعرف عنك اكثر. نعم. تعرف عنك اكثر، انت شخصيه في التيك توك ما يعرفوش عنك الا انك تقدم محتوى كذا او كذا. ما حد عارف انه ابوك متوفي، انه امك عايشه، صح ولا لا؟ ما حد عارف انك انت كم عمرك، ما حد عارف انت من وين، ما حد عارف. الاستاذ محمد فكره رائعه واستمر. احب اقول لك طيب انه انا راح اسمعك شيء يا اسير الغربه وبعدين تتكلم من القلب الى القلب عن هذا الشيء اللي راح تسمعه، واتمنى يا شباب كلنا نحط بس علامه اليمن. تمنحي حرا من موعيدي،
كلمتك عن الوطن باختصار شديد. الوطن حاليا يعيش عند ذئاب بشرية صراحة، يعني أنا أقول لك أتمنى كيف؟ الوطن يعود كما كان، ونسأل الله أن يحفظ وطننا، اللهم آمين. لأنه الكل يعرف عن الوطن إيش صاير في كل مكان. قبل يومين أو يوم شفت مقطع في الفيسبوك، بكيت لما شبعت. في الحديدة الناس يقتلون بعض الناس في مكان على أراضي مدري إيش، وما فيش، هذول معاهم عصيان وهذول معاهم أسلحة، فما فيش أمان، ما فيش أمن باليمن. أتمنى إنه الأمن والأمان. أسأل الله أن يعيد الأمن والأمان في الوطن في اليمن، فنعود إلى وطننا كلنا. يعني الناس الآن أكثر الناس تركت ديارها، واللي اغتربوا في مصر واللي اغتربوا في الخليج، اللي راحوا السودان، اللي راحوا الصومال، يتمنوا أنهم يرجعوا لبلدهم، يرجعون لوطنهم. فرسالة إلى تجار الحروب: كفى حرب، ونريد نعيش بأمن وأمان وسلام. شكرا لك يا سلام. يا ايش اسمه الدحدح حبيبي، نافتا لك يا شكرا يا أسئلة غربة، كانت حلقة الله يسعدك يا غالي، جميلة، ولنا لك إن شاء الله بالجزء الثاني. تحياتي لك يا سلام. شكرا أخي محمد، الله يسعدك. وأعتذر لكل شخص كان يريد أن أو يفكر إني يعني بتكلم بأشياء هو في رأسه أشياء. أحب أقول لك إن هذه صفاتي وهذه أخلاقي وهذا كلامي، حتى في الجزء الثاني تشوفوني نفس ما تغير يعني. حياتي لك، السلام عليكم. أسألك سؤال، تفضل. متى أنا أعمل معك كرسي الاعتراف؟